سامحوني، قاعدة نمخذ في علكة العنصرية كيف ما صار البارح في حكاية تونسية. هيا برا نحط العلكة على جنب ونحكيو كلمتي. توا معقول لازلنا ندورو ونعاودو ونكررو في نفس النقاط؟ صحيح واحد ساعات يفد من تواصل المصيبة ويهبط استاتيو على غلبة من غلبات العنصرية اللي تعرض عبر الصفحات الفيسبوكية، أما فات الفوت لتكرارها في البلاتوات التلفزية. يزي بركات. العنصرية ما هيش حكاية تونسية، العنصرية مصيبة تونسية. العنصرية أخطر من إن نحكي على السطحي منها، وهي الزواج المختلط. هذه عقلية، وعقلية التونسي فيها برشا صديد. لذا مبروك عليك عنصريتك وخليك في جهلك. المهم أعطيني حقي الأعمق والأكبر من زواج مختلط. أعطيني حقي في قانون يحمي كرامتي وكرامة أولادي منك. جرب لي عنصريتك باش كيف نمشي نشكي بيك ونقف أنا وياه قدام القاضي ونتمنى ناخو حقي منك، خير من اللي ناخو حقي بإيدي ونولي ما نوصيف وباندي وما نعرف كان ضرب الخنيفري. نحب على حقي في الظهور في الصورة الفعلية للبلاد وفي المناصب الحساسة من وزراء وولاة وقضاة. ومثالش خلينا عمليين ونبداو بالقريب العاجل. يا سي الفهري، يا صاحب القناة الخاصة والمواكبة للعصر وللأفكار الخارجية، قد ما سرقت من أفكار ما تنجمش تدس فاستك وتسرق فكرة تواجد منشطين سود في قناتك. علاش لا؟ ما فماش سود متخرجين من المعهد العالي للصحافة والعلوم الأخبار؟ ما فماش سود متخرجين من المعهد العالي للفنون المسرحية؟ هذا بخلاف السود المنسيين واللي خبراتهم عندها سنين في جل الميادين. لذا يعيشك قبل ما تبهت في الشهادات اللي جاتك، أبدأ بروحك وحاول تصلح من موقعك. كل إنسان تمسه القضية عنده الحق يحكي فيها ويطالب بحقوقها الشرعية، أما من غير لا تمييع لا رجوع للخلف ولا توظيف. وفرض النفس واجب، أما الحقوق مش مزية. لذا اخطاونا من روايق avoir confiance en soi هو الحل. بالعكس، اللي عنده ثقة في روحه هو اللي طالب بالعدل والمساواة. لذا يقدموا بالقضية يا اسكتوا يكون أفضل. وتوا يزي هنا لنقول كلام كالعادة مش باش يعجب جماعة حقوق اللسان. هيا أنستو.